علم التشريح هو من اكتر العلوم اللي لازم اي حد يكون موجود في الجيم، سواء هو مدرب او حد بيتدرب عادي، ان هو يكون على الاقل واخد فكره عنه. طيب ايه هو علم التشريح؟ هو علم دراسه اعضاء الانسان وتركيبها ووصفها ومواقعها وعلاقتها ببعضها البعض. تعال بقى نفصص الكلام ده واحده واحده ونفهم هو ايه، لان انا بالنسبه لي الاساس هو ان انت تبقى فاهم مش ان انت تبقى حافظ. بالنسبه لطالب طب التعريف ده يفهمه على ان هو القلب والكبد وان هي دي الاعضاء، ولكن بالنسبه لنا الجيم الموضوع مختلف. احنا بندرس الاعضاء دي على انها العضلات والمفاصل والاربطه بتاعتنا. اول جزء في التعريف هو دراسه اعضاء الانسان بالنسبه لنا اللي هي العضله. يعني العضله دي اليافها بتتحرك في انهي اتجاه بالظبط او ماشيه ازاي، بحيث ان انا لما اجي احط لها تمرين يبقى انا بالظبط بستهدف العضله دي والجزء المعين ده فيها. تاني حاجه وهي موقعها، يعني العضله دي بتبدا فين وبتنتهي فين. تالت حاجه وهي وصفها وحركتها. يعني مثلا لو جينا بصينا على عضله الشيست هنكتشف ان هي شبه المروحه، ماسكه في اماكن كتيره جدا 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 وبتنتهي عند مكان واحد. ولو جينا بصينا على عضله البايسبس هنلاقي ان اتجاه الالياف العضليه بتاعتها ماشيه في نفس الخط. فوصف شكل العضله هيفرق جدا في تمرينها، وان انا هلعب لها كام تمرين عشان اعرف استهدفها فعلا كلها بالكامل صح. رابع حاجه وهي علاقتها ببعضها البعض. لازم ابقى فاهم ان انا جسمي بيشتغل بشكل تسلسلي، يعني العضلات عندي بتسلم بعض. يعني انا لو بعمل حركه مثلا زي ان انا برفع ايدي لفوق، لازم افهم ان الجزء ده من هنا لحد هنا انا كده بستهدف عضله، ومن هنا لحد هنا كده في عضله ثانيه استلمت الحركه منها، ومن هنا لحد هنا انا كده في عضله ثالثه استلمت الحركه منهم. فالفكره اللي بتتقال في الجيم ان انت ممكن تعزل عضله بشكل منفرد، الكلمه دي مش صحيحه ودايما بنسمعها. في الكورس ده باذن الله في مفاهيم كتيره جدا بالنسبه لك ممكن تتكسر، وحاجات كتيره انت كنت مقتنع بيها ممكن تلاقي في الاخر ان هي غلط، والحاجات دي كلها نفهمها باذن الله على مدار المحاضرات الجايه. طيب الكلام ده كله اصلا لازمته ايه، واحنا ليه اصلا محتاجين نتعلم تشريح؟ اول حاجه محتاجين نعرفها ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق لغه للعضلات بتاعتنا. ففهمك لغه العضلات ده فعلا هيفرق بين ان انت شخص فاهم وعارف انت بتعمل ايه في الجيم وبتتمرن ايه، وحد بيقلد، لا حد بيعمل حاجه معينه فبيروح يعمل زيه وخلاص، وبيتفاجئ بعد كده ان هو العضلات بتاعته مش بتتطور او ان هو مش لاقي نتيجه كويسه. تاني حاجه هنفهم ازاي اصلا نحلل التمرين ده ونعرف التكنيك بتاعه الصح، وازاي اصلا العب التكنيك الصح وبناء على ايه. لما تيجي تبص على تمرين هتبدا تفهم ايه ده في هنا مفصل شغال فبيشغل عدد معين من العضلات. طب لو دخلنا معاه مفصل تاني هيشغل ايه كمان في التحليل هتفهم حاجه اسمها اتجاهات الالياف العضليه. يعني مثلا ناخد مثال في الشيست بتاعي عشان اطوره محتاج اودي ايدي في 3 اماكن مختلفه. فلو انا مش فاهم الكلام ده ممكن احط تمرين واحد بيشغل لي جزء واحد بس من الشيست واقعد احط له 10 اشكال، وفي الاخر انا كده برده مش مستهدف الشيست كله. فهمي الاتجاهات الالياف العضليه هيخليني اختار التمارين اللي فعلا هيخليني اطور الجزء اللي انا عايز استهدفه. ثالث حاجه وهي الحمايه من الاصابات. غالبا لما تلاقي حد اتصاب في الجيم هو بنسبه كبيره ما اتصابش حظ، هو اتصاب بسبب سوء فهمه لهندسه جسمه، وان في مفاصل معينه بتعمل حركات معينه وما ينفعش تعمل حركات مختلفه فبالتالي بتتصاب. فهمك للتشريح هيلبسك نظاره يخليك تشوف بيها فعلا ايه التمارين المناسبه ليك وايه التمارين اللي ممكن تجيب لك اصابه او ايه الحركه اللي هتجيب لك اصابه. رابع حاجه ان انت تختار التمارين المناسبه ليك. يعني مثلا دلوقتي نفترض ان انا عايز امرن اللات بتاعتي من غير ما اشغل الباي، او ان انا عايز امرن الشيست من غير ما اشغل التراي، فالمعادله دي هحققها بفهم للتشريح وفهم وظائف العضله دي. كمان هيخدم عليك في اختيار سيت اب التمرين بتاعك. يعني انا مثلا دلوقتي لما ادخل في الجيم والاقي الجهاز ده فيه 10 فتحات، طب انا هيناسبني انهي فتحه فيهم، وارتفاع الكرسي هيناسبني في انهي ارتفاع فيهم. ده بيختلف في ايه، ان احنا كاشخاص مختلفين في الاطوال. انا ممكن عظمه الفخذ بتاعتي تبقى اطول من عظمه الفخذ بتاعتك، فبالتالي انا ليا ظبطه جهاز مختلفه وانت ليك ظبطه جهاز مختلف. التشريح هيعلمك ازاي تختار ظبطه الجهاز المناسبه ليك انت.